كل سنة وانتم طيبين. سنة 2025 خلاص بقت من التاريخ، فقررنا نعمل حلقة استثنائية ونعمل ملخص ل 2025. فتعالوا النهاردة نفتكر كل أحداث السنة اللي عشناها، وبنتمنى لكم سنة جديدة سعيدة. في السنة دي عدد سكان العالم وصلوا 8 مليار نسمة وشوية فكة، يجي كده 100 مليون وزيادة. أما بقى عدد سكان مصر فوصلنا لحوالي 110 مليون نسمة. أما الدولار فطلع ونزل كتير السنة دي، بس ممكن نقول إنه قفل على 48 جنيه لحد وقت كتابة الحلقة. كل حاجة في حياتنا السنة دي اتطورت بشكل كبير، وفيديوهات ال AI جننت الناس وبما فيهم أنا، وكلنا النهاردة ما بقيناش بنعرف نميز بين الفيديوهات العادية وبين فيديوهاته، وكلنا بقينا متزاولين، والناس سابت صحابها وأهلها وبقوا قاعدين يتكلموا مع شات جي بي تي الأمريكي أو ديب سيك الصيني، ومحدش بقى فاهم حاجة. تعالوا نفتكر أهم أحداث السنة بالشهور. يناير 2025. شهر يناير بدأ ببداية وحشة على ماما أمريكا. ففي أول شهر من السنة حصلت حوادث طيارات كتير في أمريكا، ومنها حادثة الطيارة اللي خبطت في هليكوبتر بمطار واشنطن، غير طيارة تانية وقعت في مطار فيلادلفيا. ولسه أمريكا ما فاقتش من اللي حصل غير وتحصل أكبر حرائق في تاريخ لوس أنجلوس، لما غابات المدينة اتحرقت بشكل سريع ووصلت لبيوت كتير في المدينة، منها بيوت مشاهير ونجوم في هوليود، وكانت الخسائر بالمليارات، لحد ما أمريكا حركت طيارات وقوات برية لإنهاء الحرائق بعد أيام من المحاولات. لكن عارف إيه أسوأ من كده؟ إن ترامب كان لسه كسبان انتخابات أمريكا للمرة التانية عشان يصدعنا من تاني، واللي طلع في حفل تنصيبه يوم 20 يناير وفضل يهرتل بتصاريح عن إنه هيجيب السلام للعالم وهيوقف حرب روسيا وأوكرانيا، وواضح إنه ما عملش حاجة من كلامه خالص. والهدنة اللي حصلت لإخواتنا وفكرناها نهاية الحرب تم اختراقها، ورجعت الضربات أصعب من الأول، وكان العالم كله هيعيش معاناة جديدة زي اللي عشناها في سنة الكورونا 2020 بوباء جديد جاي من الصين، وهو المرض اللي انتشر في أول السنة وكان له أعراض شبه أعراض الكورونا واسمه HMPV. لكن الحمد لله انتهى سريعا وما خلناش نقعد في البيت زي ما حصل زمان. فبراير 2025، وبيخلص شهر فبراير وتبدأ استعدادات الناس لشهر رمضان المبارك اللي بدأ يوم 28 فبراير. وفي رمضان اتعملت مسلسلات كتير، منها سيد الناس، فهد البطل، العتاولة 2، وولاد الشمس. لكن أنجح مسلسل اتقدم واللي ساب أثر كبير كان مسلسل لام شمسية، اللي عمل ضجة كبيرة في الشارع المصري، وخصوصا بعد قضية الطفل ياسين اللي اتعرض لاعتداء من مسؤول في مدرسته، والجدل الكبير اللي عمله مسلسل معاوية على قنوات MBC. وكان في كلاسيكو البرامج بين رامز إيلون ماسك من ناحية، وبرنامج مدفع رمضان لابن الشعر الكبير محمد رمضان، وطبعا برنامج قطايف لسامح حسين. والسنة دي شفنا ماسورة حلويات ما خلصتش، وبقى كل محل أو أبليكيشن يعمل حلويات جديدة، ولو صعبتوها علينا يا جماعة كان مالها الكنافة والبسبوسة. وخلص رمضان نهاية شهر مارس، وبدأ موسم أفلام عيد الفطر، أهمها سيكو سيكو ونجوم الساحل، وطبعا الفيلم الأيقوني استنساخ، واللي شارك في كتابته محمد علي منصور عمدة زحل. إبريل 2025، وفي شهر إبريل بتبدأ حرب جديدة كانت ممكن تنهي العالم كله لولا ستر ربنا، وهي حرب الهند وباكستان، وده بعد هجوم عنيف حصل في منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين. فبدأت الهند بعملية عسكرية ضد باكستان غير قرارات بمنع المياه، لكنهم ما كانوش عارفين ان باكستان هتعلم عليهم جامد، وقدرت توقع لهم طيارات عسكرية من طراز رافال الحديثة. وخلصت الحرب بهزيمة الهند، وقالوا في تصريحاتهم ضربونا جامد بس احنا شتمناهم. مايو 2025، وفي شهر مايو كان في حدث مستنيه المصريين، فاتحكم بالمؤبد على المتحرش بالطفل ياسين وعمة الفرحة كل البيوت. وفي 8 مايو بقى في بابا جديد للفاتيكان،
وهو البابا ليو الرابع، أول بابا من أمريكا للكاثوليكيين. وفي نفس الشهر بدأ موسم عيد الأضحى المبارك، واللي اتعرض فيه أفلام المشروع إكس وريستارت. أما بقى لو رحنا للرياضة هنلاقي باريس سان جيرمان اتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، واللي كسب فيه انتر ميلان الإيطالي. وما كانش هو بس الفريق اللي أول مرة يكسب نهائي دوري أبطال، فعندك أفريقيا اللي كسبها كان نادي الأسيوطي قصدي بيراميدز، واللي كسب فيها سان داونز. وكمان أهلي جدة اللي كسب كawasaki الياباني، وبقى بطل آسيا لأول مرة. دي شكلها سنة المعجزات الكروية زي 2004. وأما المتوقع والمعتاد إن الأهلي كسب الدوري المصري. يونيو 2025، وفي شهر يونيو تحصل تاني أكبر حرب في السنة بين إيران والكيان المحتل، بعد ما هجم بطياراته واغتال كبار القيادات السياسية في إيران. وفكروا إنهم هيسكتوا زي ما حصل في كل مكان، لكن إيران ردت بقصف عنيف بالمسيرات والصواريخ الفارتو صوتية، واللي كتير منها وقع عليهم وخلاهم يستخبوا زي الفيران. وطبعا اتدخلت أمريكا الحليف الأول بتاعهم بقصف المواقع النووية لإيران، لكن بدون خسائر كبيرة. وفضل الأمر مكمل لأيام لحد ما انتهى بوقف إطلاق النار. ونفصل شوية من الحروب والمعارك ونشوف في نفس الشهر عرض الجزء الأخير من مسلسل لعبة الخبار الكوري، واللي هو برضو كله مشاهد دموية، فما بعدناش كتير. كسب الزمالك كاس مصر أكتوبر 2025، ويمر شهر سبتمبر ويبدأ شهر أكتوبر، ويتعرض فيه مسلسلات زي ولد وبنت وشايب، ومسلسل لينك اللي برضو كان في ورشة كتابته عمدة زحل. ما خلاص بقى يا ابني، خف إبداع. لكن الأحداث الأهم في الشهر ده كانت قمة السلام في شرم الشيخ، واللي جمعت فيها مصر حكام العالم وترامب، وتم التوصل لخطة لإنهاء الحرب على إخواتنا، واللي تمت الحمد لله. لكن لسه إخواتنا بيعانوا من البرد ونقص الإمكانيات. هنسيب لكم لينك التبرع ليهم في البايو. وفي 25 أكتوبر وأثناء ندوة رئاسية رجع لينا تاني النجم محمد سلام، واستقبلوا الجميع استقبال البطل بعد موقفه الشجاع في حق إخواتنا في غزة. وكان أغلب الممثلين وقتها مشغولين في مهرجان الجونة والأفلام والفساتين. لكن اللي أفسد علينا فرحة الشهر ده كان سقوط مدينة الفاشر في ايدين مجرمين الدعم السريع، والفيديوهات والصور اللي صدمت العالم بكم الجرائم اللي بترتكب في حق الشعب السوداني. نوفمبر 2025، وفي شهر نوفمبر عاشت مصر والعالم أهم احتفالية في السنة، وهي افتتاح المتحف المصري الكبير اللي بهر العالم بحجمه ومقتنياته العظيمة. ومن اليوم الأول له بقى مزار ومحطة أنظار العالم كله، والكل بيتوجه له عشان يشوف التحف العظيمة وتمثال الملك توت عنخ آمون، وكلها بقت بتصور فيديوهات هناك. وكمان رجع سلام من جديد بمسلسله من كتابة أحمد عاطف، وهو كارثة طبيعية اللي كسر الدنيا. ديسمبر 2025، ونيجي لديسمبر آخر شهور السنة، واللي أغلبه أحداث كروية ورياضية مهمة. فعندك اعتزال المصارع جون سينا، وعندك بطولة العرب اللي كسبتها المغرب وخرجت مصر منها على إيد الأردن، وكمان بداية دوري أفريقيا. وبس في الآخر سنة 2025 مرت وبقت ذكرى، وهنفتكرها بحلوها ومرها، ونتمنى السلامة لإخواتنا في فلسطين والسودان. وهدفنا من الفيديو نفتكر تفاصيل كل حاجة عشناها في السنة ديت. وطبعا فقرة الأغاني نزل فيها ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا، وأغنية خطفوني، وألبوم رسيني لبهاء سلطان، وجنينة البقر لأبي يوسف، وأغنية ضي لمحمد منير. احنا خلاص خلصنا رحلتنا ورجعنا وقتنا الحالي من تاني. نتمنى جدا لو عندك ترشيح لسنة معينة حابب نتكلم عنها ابعت لنا على رسائل الصفحة وهنقرأ كل تعليق. وما تنساش في الآخر تعمل لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب.